بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مع الدرس اللي الذي أبكى الملايين. أولياء أمور وطلبة بالنسبة لهم درس الأحماض والقلويات بقت عقدة العقد، لدرجة شفت تعليقات من أولياء أمور بيقولوا العلوم كرهتنا في حياتنا. بص يا جميل، أنا هقول لك على طريقة سهلة خالص تعرف بيها الأحماض والقلويات وتعرف بيها مدخل للكيمياء بشكل كويس. ركز بقى معايا كده. طبعا هنا بقول لك ان انت عرفت في الفصل الدراسي الاول ان الايون يا اما ايون موجب بيبقى كاتيون، يا اما ايون سالب بيبقى انيون. فانا عندي الكاتيونات اللي هي الايونات الموجبه زي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفضه، ودول طبعا تكافؤهم احادي، ومغنيسيوم وكالسيوم وخرسين وباريوم ودول تكافؤهم ثنائي، والالومنيوم وده تكافؤه ثلاثي. يا اما انيونات اللي هي ايونات سالبه زي الفلور اللي هو الفلورايد، الكلور اللي هو الكلورايد، البروم اللي هو البروميد او البروميد، والاي اللي هو اليوديد او اليود. وطبعا الاو اكسجين دول طبعا احادي، وهنا الاو اللي هو الاكسجين او الاكسيد ده ثنائي، والاس اللي هو الكبريت اللي هو الكبريتيد ده ثنائي. طبعا انت هتستغرب هنا هو ليه ما بيقولش كبريت وبيقول كبريتيد؟ ده عشان هيبدل المقطع ده في الاحماض والقلويات. بس انا هقول لك على طريقه اسهل من ده بكتير. ركز بقى معايا كده. طبعا هو بقول لك العناصر اللي في الازاي كلها بتنتهي بالمقطع يد، ان اخرها يهدال يعني. فهنيجي هنا بقى لحاجه اسمها المجموعه الذريه. المجموعه الذريه دي كانت موجوده على منهج بتاع اولى اعدادي في الترم الثاني. فبيقول لك ان المجموعه الذريه بقى هي ايون بيتكون من اكتر من ذره لاكتر من عنصر. وانا هنا مش فاهم التعريفات اللي محطوطه جديد دي. ولاحظناها حتى في الترم الاول. التعريف بتاع المجموعه الذريه ما كانش كده في المنهج القديم. التعريف في المنهج القديم احسن من كده. هتقول لي يعني ده يمكن ده اللي احسن. لا، التعريف القديم احسن بكتير. فالمجموعة الذرية تعريفها في المنهج القديم: مجموعة من ذرات العناصر المختلفة المرتبطة مع بعضها تسلك في التفاعل الكيميائي سلوك الذرة الواحدة ولها تكافؤ خاص بها ولا توجد منفردة. دي المجموعة الذرية، وده التعريف ال الأصل المعتمد. أنا مش عارف يعني هو جايبين التعريف ده منين. فأنا هنا بتسلك سلوك الذرة الواحدة ولها تكافؤ خاص بها ازاي؟ يعني أنا عندي مثلا الهيدروكسيد اسمه OH، مع ان الاتش احادي والاو ثنائي، يعني المفروض يبقى اسمها اتش 2 او، بس هي على بعضها كده اسمها او اتش ولها تكافؤ انها تكافؤها احادي. ماشي. الكربونات اسمها سي او 3، ديت ثنائي على بعضها كده، هي كلها على بعضها كده ثنائي. فانا هنا المفروض ان سيادتك بتحفظ مع بقى العناصر اللي فوق دي، بتحفظ معاها المجموعات الذريه. ليه؟ عشان تكتب لي الصيغه بتاعت اي عنصر. يعني عايز اقول لك ان عنصر مثلا زي او اي مركب اقصد، يعني عايز تقول مثلا حمض الهيدروكلوريك، فهتكتبه بالشكل ده. لازم تبقى انت حافظ الرموز وحافظ المجموعات الذريه وتكافؤها كمان. يبقى انا هنا مشكلتي في ايه؟ بص بقى معايا كده. يبقى انا المجموعه الذريه دي لازم احفظهم، اكون حافظهم كويس، وكمان حافظهم بالتكافؤ. طبعا المجموعات الذريه في السنين اللي فاتت وعلى تالتة اعدادي السنه دي كانوا الهيدروكسيد والنترات والبيكربونات والامونيوم والنيتريت، يعني كده الاحادي دول كانوا 5، والثنائي كانوا 2 بس اللي هو كربونات وكبريتات، والثلاثي كان فوسفات. لكن السنه دي هو زود لك 2، زود لك الكبريتيت في المجموعات الثنائيه، وزود لك الكلورايد ClO2. وطبعا في بعض الكتب التانية كاتبينها ClO اللي هو الهيبوكلورايد. مش عارف يعني كان لازمتهم ايه الاتنين دول، بس ماشي. طبعا انا هنا مظلل لك النيتريت، الكلورايد، الكبريتيت لسبب معين هقوله لك دلوقتي. طيب انا هنا عشان اكتب اي صيغه كيميائيه بكتبها ازاي؟ بص بقى معايا. انا الصيغه الكيميائيه بكتب الرمز بالعربي زي ما احنا شايفين كده اهو. مثلا عايز اقول اكسيد النحاس، اجي كاتب اكسيد النحاس. الاكسيد يعني اكسجين، احط او، وهنا نحاس اكتب CU. وبعد كده بعمل مقص اهو بالشكل ده. وبعد كده بكتب التكافؤات بالتبادل. بعض الكتب او مش بعض الكتب، كل الكتب بيقول لك ان انت تكتب تحت كل عنصر الرمز العدد بتاعه وبعد كده تبدلهم.
انا شايف ان الطريقه دي غلط. ليه؟ لما الطلبه كانت بتعمل ده كانت بتكتب كل عنصر تحت او كل رمز يعني تكتب تحته العدد بتاعه اللي هو بتاع التكافؤ، فكانوا بينسوا يبدلوا. طب وعلى ايه امال احنا عاملين مقص ليه؟ ما تكتب التكافؤ على طول قصاده، فتكتب الاو تكتب لي هنا 2 والنحاس تكتب لي هنا 2. طيب تعالى مثلا لمثال تاني، بلاش دولت عشان شبه بعض، طبعا الاتنين بتطير مع الاتنين بنختصرهم وبيطيروا مع بعض. طب هنا هيدروكسيد النحاس تكتب لي هيدروكسيد اهي او اتش، ونحاس تكتب لي سي يو، وبعد كده اعمل مقص. الهيدروكسيد احادي اكتب الاحادي هنا، والنحاس ثنائي اكتب الثنائي هنا، ولو في اختصار بختصر، بس هنا طبعا مفيش اختصار. وبعد كده اخد العنصر واللي تحته وبعدين الرمز اللي بعده واللي تحته، يعني سي يو وراها واحد، الواحد ما بتكتبش، وبعدين او اتش وبعدين 2. بس هنا في المجموعه الذريه بحط قوسين، لو وراها واحد ما بتكتبش، لو وراها 2 او 3 بعمل قوسين واكتب 2. طيب انا هنا اشكاليتي في ايه؟ ان انا ما بعرفش اكتب عربي يعني؟ لا، عارف اكتب عربي. مش حافظ الرموز باللاتيني؟ في بعض الناس مش حافظينها، هنحفظوها دلوقتي مع بعض. ان انا ما اعرفش اعمل مقص؟ لا، بعرف اعمل مقص. امال المشكله في ايه؟ المشكله في حفظ التكافؤ. بعض المدرسين يقول لك طب بص احنا نحفظ الطلبه مجموعه كل حصه كده نحفظهم شويه. لا، انا هقول لك على طريقه سهله خالص لحفظ التكافؤات. انا عندي هنا حاطط لك العناصر الفلزات مع اللافلزات الاثنين مع بعض، والمجموعات الذريه تحت. طبعا احنا هنزود عليها المجموعتين الذريتين اللي موجودين عندنا في الكتابه همت، يبقى انا عندي المجموعات الذريه كلها اهو. طيب تعالى بسرعه كده احنا نحفظ هيدروكسيد او اتش، نترات ان او 3، نيتريت ان او 2، بيكربونات اتش سي او 3، كلورايد سي ال او 2، امونيوم ان اتش 4. كل دول احادي. الثنائي اللي هو فيهم الكاف دول كربونات سي او 3، ودول مهمين جدا، يعني الكربونات والكبريتات دولت غايه في الاهميه. خلاص، كربونات سي او 3، كربونات سي او 3، كبريتات اس او 4، كبريتات اس او 4، كبريتيت اس او 3، والفوسفات بي او 4. هنا لاحظ ملحوظه بقى، ان انت عندك الاصل هنا كبريتات، هتلاقي مشتق منها كبريتيت نقص واحد، يبقى اللي اخرها يه اللي انا حاطط لهم تظليل اصفر ده بتبقى هياها نفس المجموعه الذريه اللي قبلها بس ناقص واحد. يعني انا هنا اس او 4 اللي هي كبريتات، نقص منها واحد تبقى اس او 3 تبقى كبريتيت. هنا نترات ان او 3 نقص منها واحد يبقى ان او 2 تبقى نيتريت. يبقى اللي اخره يهته بتنقص انت واحد. طب انا عندي كمان والكلورايت، الكلورايت اللي هو سي ال او 2، يبقى الثلاثه دولت خلي بالك منهم لان هنحتاجوهم بعد كده في الاحماض. هيقول لك بنحولها اليهته لواو زين، يعني النيتريت هيبقى حمض نيتروز، كلورايت حمض كلوروز، كبريتيت حمض كبريتوز، فيبقى اخرها واو زين. طيب نرجع تاني ازاي بنحفظ الحاجات ديت والمجموعه الذريه والجزء الصعب ده احفظه ازاي. بص معايا يا جميل، انا هنا مجمع لك الموضوع كله ببساطه. عندك الرباعي كربون سي، والثلاثي ألمونيوم اللي هو طبعا ألمونيوم وذهب ونيتروجين، بس انا الذهب والنيتروجين مش هحتاجهم في حاجه، فخلينا هنا ألمونيوم بس. يبقى ألمونيوم اي ال ده ثلاثي، زائد المجموعه الذريه الفوسفات بي او 4. طبعا انا حاطط لك عناصر مع المجموعات الذريه. طيب تعالى للثنائي. الثنائي انا كنت زمان بقولها للطلبه نحاس من اكسجين كم خرز، مجمعها لهم فيها. فظهر لي السنه دي في الدرس اللي جاي بتاع الاملاح هتحتاج انت النيكل وهتحتاج الكبريت وهتحتاج كده، فحطيت لك كمان كلمه زياده. طبعا ده اللي فات ده كنا بنستخدمه حتى لطلبه الثالثه اعدادي كان بيكفيهم يعني، بس انت بالنسبه لك هتحتاج النيكل وهتحتاج الكبريت والحديد، فحطتهم لك مع الثنائي اهوت جمله جديده او كلمه جديده. يبقى كلمه نحبك نحاس من اكسجين كم خرز، نحبك. نحبك نون نيكل ان اي، ح حديد اف اي، ب باريوم بي اي، وكاف اللي هو الكبريت اس. وهنا هتقول له نحاس سي يو، ميم نون منجنيز ام ان، اكسجين او، كاف كالسيوم سي اي، ميم مغنيسيوم ام جي، خ خرسين زد ان، ر رصاص بالبي او بي بي يعني، وزين زئبق اتش جي. طبعا احنا بنحفظ الطلبه ورصاص بالبي وحديد اف، يمكن انتوا شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده.
زائد مجموعتين ذريتين الاساسيتين اللي كنا بناخدهم قبل كده، اللي هي الكربونات CO3، كربونات CO3 وكبريتات SO4، زائد الازرق بقى الثلاثه اللي انا كنت حاطط لك عليهم تظليل اصفر، واللي هيخلوها بدل ت هتبقى وز، كبريتيت تبقى كبريتوز، نيتريت تبقى نيتروز، كلورايد تبقى كلوروز. طيب يبقى كبريتيت SO3 طبعا قلنا بتطرح واحد، احنا قلناه من شويه. طيب الاحادي فصل كلب ويبرم فله، ف فضه Ag، ص صوديوم Na، لام ليثيوم Li، ك لام كلور Cl، ب واو بوتاسيوم ك، ي يود I، بروم Br. طبعا هنا البروم احادي Br، وهنا الباريوم Ba ثنائي. طيب وف لام فلور F، وه هيدروجين، والهه مهم جدا لانه بدايه الميه اسمها H2O، وبدايه الحمض اللي احنا هناخده اللي هو اي حمض بيبتدي ب H، واي قلوي طبعا بينتهي ب OH يعني اخره برضو H، فالاتش هنا مهم. طيب المجموعات الذريه بقى، باقي المجموعات الذريه يعني انت هتحفظ المجموعات الذريه: الثلاثي فوسفات BO4، والثنائي كربونات وكبريتات ومشتق منها الكبريتيت اللي هو اقل منها بواحد، والباقيين كله احادي: هيدروكسيد OH، نترات NO3 مشتق منها او اطرح منها واحد فتديك نيتريت NO2، وهنا HCO3 اللي هو بيكربونات، يعني انا عندي الكربونات CO3 حط لها H تبقى CO3 تبقى البيكربونات، والامونيوم NH4، وده الوحيد اللي موجب، عشان كده عملوه لك باللون البنفسجي، الوحيد المجموعه الذريه الوحيده الموجبه، عشان كده هي الوحيده اللي بتتكتب على الشمال، كل المجموعات الذريه ديت بتتكتب على اليمين. طيب دولت كده حفظنا ازاي نحفظ التكافؤ، عرفنا الاحادي من الثنائي من الثلاثي، جمعتهم لك في جمل سهله اهوت كده. نوصل بقى بنعمل ايه؟ تعال نكمل. نيجي بقى هنا نشوفهم بنكتب الصيغه ازاي اهو. يلا هنقوله Na، صوديوم اهو Na، كربونات CO3، ونعمل مقص، الكربونات تكافؤها ايه؟ هنقوله ثنائي، والصوديوم تكافؤه ايه؟ هنقوله احادي، وناخد العنصر واللي تحته وبعدين العنصر واللي تحته، او يعني الرمز يعني واللي تحته والرمز واللي تحته. يبقى Na وراها كام؟ هتقول لي وراها 2، يبقى Na2، وبعدين CO3 وراها واحد ما بتكتبش، طبعا انا هنا حطيت قوسين لانه وراها 2، هنا وراها واحد ما بتكتبش. تعالى هنا الكلوريد الخرسين، خرسين زد ان نفس الكلام، وكلور اهوت، والكلور احادي والخرسين ثنائي، يبقى زد ان تنزل وراها واحد ما بتكتبش، وبعدين Cl وبعدين وراها 2 نكتب Cl2. خلاص كده يا جماعه، يبقى احنا كده عرفنا الطريقه بنكتب ازاي. في طريقه تانية اسهل من كده، طبعا انا هنا حتى في دي مذكره سنه ثالثه اعدادي فيها نفس الكلام، يعني انت هنا لو جمعت الكلام هتلاقي ان الرباعي كربون اهو، والثلاثي كلمه اذن الف الومنيوم زن ذهب ونون نيتروجين، الثلاثه اللي بالبنفسجي دول ثلاثي، وطبعا انا يهمني فيهم الالومنيوم بس ما يهمنيش الاثنين التانيين. والثنائي نحاس من اكسجين كم خرز، هتلاقينا اهوت من اكسجين كم خرز، هتلاقينا حاطط لك باللون الاحمر الجمله يعني. وهنا فصل كلب يبرم فله فيه، وهنا الصاد برضو بالاحمر، فصل كلب يبرم فله، ده اللي هو الايه الاحادي اللي باللون الاصفر. وهنا نفس الكلام في المجموعات الذريه، الفوسفات هو اللي ثلاثي، وكربونات وكبريتات ثنائي، طبعا زودنا لها مجموعه تانية اللي هي الكبريتيت SO3. وهنا المجموعات الذريه الباقيه كلها اللي بالاصفر ديت احادي، بس زودنا لها طبعا مجموعه الكلورايد ClO2. تمام كده، عرفنا بنكتب الصيغه ازاي. نرجع بقى لدرسنا هنا، فهنقول اهوت ان المجموعات كلها الثلاثي اللي هي الفوسفات، والثنائي اللي هي كربونات اللي هم دولت كربونات وكبريتات والكبريتيت، والباقي كله احادي اللي هي الهيدروكسيد نترات نيتريت بيكربونات كلورايد امون. تعالى بقى هنا، قال لك ان في عالم اسمه ارهنيوس وضح ان الاحماض مواد بتذوب في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه. طبعا هيجي بعد شويه يقول لك تعطي كاتيونات الهيدروجين الموجبه، ما هو الايون الموجب هو الكاتيون، هي نفس التعريف. والقلويات بتديك ايونات الهيدروكسيد السالبه اللي هي الانيون. يبقى انا اي حمض اوله اتش، اي حمض اوله اتش، اي قلوي اخره او اتش، اخره او اتش، زي مثلا NaOH اللي هو هيدروكسيد الايه الصوديوم، وهنا اي حمض اوله اتش زي HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك. طب تعالى هنا بقى بنسمي الاحماض ازاي. ركز بقى معايا لان انا هنا مجمع لك كل اللي في الدرس في الصفحه دي، ركز بقى معايا.
وده اهم جزء في الدرس كله، ركز بقى معايا، ده اهم جزء في الدرس كله. انا عندي الاحماض يا اما احماض لا تحتوي على الاكسجين، يعني معناها ان هي اتش زائد لا فلز، اتش زائد لا فلز، يا اما بتحتوي على الاكسجين يقصد بها الاتش زائد المجموعات الذريه، زائد مجموعه ذريه. بس طبعا هنا المجموعه الذريه ديت لازم ما تكونش الامونيوم، لان الامونيوم بتتكتب على الشمال، اللي هي المجموعه الذريه الموجبه الوحيده، اللي هي دي المجموعه الذريه الموجبه الوحيده. الامونيوم دي ما بتتكتبش على اليمين، بتتكتب على الشمال، فبالتالي هيبقى اي مجموعه ذريه ما عدا الامونيوم. طيب عشان كده هو بقول لك بتبقى مع مجموعات الذريه السالبه طبعا ما عدا الامونيوم. طب تعالى هنا، هو قال لك الاحماض اللي لا تحتوي على الاكسجين بنشيل كلمه يد وبنحطه يه كاف. فمثلا الكلور اللي هو هيبقى انا اهوت الكلور اسمه كلوريد، فهتحط هيدروكلوريد. بروم اللي هو بروميد هيبقى هيدروبروميك. كبريتيد اللي هو الكبريت هيبقى حمض هيدروكبريتيك. فانا هنا يبقى انا عندي كلور يبقى هيدروكلوريك، يود تبقى هيدرويوديك، بروم هيدروبروميك، كبريت يبقى هيدروكبريتيك. ركز بقى معايا، طبعا هنا كل دولت سهلين احادي كلهم، لان الكلور واليود والبروم احادي، فهتكتب HCl مش هتعمل حاجه. طيب هنا الهيدروكبريتيك، الكبريت ثنائي، الاتنين بتاعته تتحط ورا الاتش، والاتش احادي تتحط ورا الاس، بس الواحد ما بيتكتبش، ودي الطريقه الاسهل من انك تعمل المقص ده. فيبقى الاتنين دي بتاعت الاس، يبقى هيدروكبريتيك. طب تعالى هنا للاحماض التانية، قال لك الاحماض هنا هيبقى فيها احتمالين، يا اما اخرها ات فتبقى برضو يك اخرها يه كاف، يا اما يت تبقى اخرها وز. طبعا اللي اخرها يه ت اللي انا علمتهم لك فوق، اللي هو كبريتيت نيتريت كلوريت، فديت تبقى وز، فانت هتفتكرها بكلمه يتوز او يتجوز. يبقى كبريتوز ديت اللي هي كبريتيت، كلوروز كلوريد، نيتروز نيتريت اهو. يبقى انا هنا المجموعات الاساسيه بتاعتها اهي، مجموعه نترات تديك حمض نيتريك، وديت احادي مع احادي مش هنكتب حاجه، يبقى HNO3 تكتب الاتش عادي وبعدها المجموعه NO3، وهنا التكافؤات عاديه. طب الكربونات والكبريتات، كربونات تبقى مجموعه حمض الكربونيك، يعني تبقى مجموعه كربونات اللي هي CO3، تكافؤها ايه؟ هتقول لي تكافؤها ثنائي، حطيناها ورا الاتش، والاتش احادي مش هكتب ورا CO3 حاجه. طب حمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك يبقى مجموعه كبريتات اللي هي SO4، طب تكافؤها ايه؟ هتقول لي ثنائي، يبقى الكبريتات ثنائي احطها ورا الاتش، والاتش احادي مش هكتب ورا الكبريتات حاجه. حمض الفوسفوريك، الفوسفوريك مجموعه الفوسفات BO4 ثلاثيه، هنحط الثلاثه بتاعتها ورا الاتش، والاتش نحط الواحد بتاعها ورا الBO4، بس الواحد ما بيتكتبش. يبقى دول الثلاثه الاساسيه، المجموعات الاساسيه اهي معايا، يلا. يبقى كربونات حمض كبريتيك، كربونات حمض كربونيك، اسف معلش، حمض كربونات يبقى حمض كربونيك، هتحط لي هنا اهوت اتش، وتحط لي الكربونات CO3، والكربونات بما انها ثنائي تحط لي الاثنين بتاعتها ورا الاتش. كبريتات يبقى حمض كبريتيك، هتحط لي اتش، وادي الكبريتات SO4، والاس او 4 تكافؤها ثنائي تحطها ورا الاتش. فوسفات اللي هي ثلاثي دي هتحط لي الاتش اهي، والفوسفات BO4، والتكافؤ بتاع الفوسفات احنا قلنا ثلاثي تحطها ورا الاتش. دولت المجموعات الاساسيه. طب خد لي بقى المجموعات الفرعيه منها اللي هي يعني اقل منها بواحد. لو انا جيت قلت لك دول طبعا اهوت اللي اخرها ايه، اللي اخرها حمض كبريتيك، حمض نيتريك، حمض فوسفوريك، اخرها يه كاف. طب خد لي بقى اللي اخرها يه ت، هتلاقيها تتحول لوز. فانا لو خدت مثلا SO3 هتقول لي اتش SO3 اللي هي كبريتيت، عن الاس او 3 ثنائي نحطها ورا الاتش يبقى اسمه كبريتوز. طب هنا النيتريت احنا قلنا النترات اسمه HNO3، فانت هنا هتحط اتش
وهنا NO3 يبقى ده نترات، يبقى حمض نيتريك. طب خد لي النيتريت بقى، النيتريت هو بس هتحط لي HNO2 لان ده احادي وده احادي هيطيروا مع بعض، ويبقى بدل ما اسمه اللي فوق اسمه نيتريك ده هيبقى اسمه نيتروز اللي انا عم معلم لك عليه بالاصفر. تعالى للكلورايد هيبقى اسمه H وClO2 لانه احادي هيطيروا مع بعض، يبقى اسمه برضه كلوروز. كده بيتهيألي الموضوع سهل. يبقى انا الموضوع ببساطه لو انا خدت اتش مع لافلز بتحط لها يوك، تبقى هنا كلور يبقى كلوريك، بروم بروميك، يود يوديك، كبريت كبريتيك. بس هنا في ملحوظه بقى مهمه، ان انا هنا حمض الكبريتيك اسمه H2SO4 حمض الكبريتيك. طب هنا حمض هيدروكبريتيك، يعني انا اللي يفرق بين الاتنين ان انا باخد اللافلز وبحط لها كلمه هيدرو، بحط لها كلمه ايه؟ هيدرو. يبقى انا عندي اللي لا تحتوي على اكسجين اللي هي اتش مع اللافلز بحط لها كلمه هيدرو، فهنا هيدروكبريتيك يبقى اسمها H2S. طب حمض كبريتيك بس يبقى اسمها H2SO4 H2SO4 اهي. يبقى ده حمض كبريتيك، حمض ما فيهاش هيدرو بقى، يبقى حمض كبريتيك، يبقى حمض كبريتيك اهو. يبقى ده الفرق بين الاتنين، حمض كبريتيك اهو وهنا حمض هيدروكبريتيك. ما دام هيدرو يبقى يقصد بقى كبريت بس لانه لا فلز. حمض كبريتيك يبقى يقصد مجموعه الكبريتات SO4. تمام؟ طب لو جينا نفرق بين الكبريتيك وبين الكبريتوز، ما احنا قلنا دولت اللي هم اقل بواحد، هنا كبريتيك يبقى SO4، هنا كبريتوز يقصد بيها مجموعه اللي احنا بننقص منها واحد اللي هي مجموعه الايه اللي احنا لسه واخدينها كبريتيت، يبقى هتحط يبقى اسمها كبريتوز، يبقى هتحط SO3 مع الايه مع الاتش. خلاص كده بيتهيألي كده الموضوع بقى واضح. يبقى انا عندي الاتنين دولت بتحط لهم يه كاف سواء كان لافلز مع الاتش او كان مجموعه ذريه مع الاتش في المجموعات الاساسيه. بيفرق منهم اللي انا عامله لك باللون الاحمر ده اللي هو المجموعات نيتريت تبقى نيتروز، كبريتيت تبقى كبريتوز، كلورايد تبقى كلوروز. بس ده باختصار موضوع الدرس كله اهو. هيدروكلوريك تبقى HCl، هيدروبروميك ما دام هيدرو يبقى لا فلز على طول، هيدروكلوريك يعني كلور، هيدروبروميك يعني بروم، هيدروكبريتيك يبقى كبريت، هيدرويوديك يبقى يود. خلاص. وطبعا اسمه في الحاله الغازيه الكلور يبقى هنا ال HCl يبقى اسمه كلوريد الهيدروجين، وهنا بروميد الهيدروجين، وهنا كبريتيد الهيدروجين. نفس الكلام اهوت اللي قلناه. نترات NO3 حاطط لك معاها كربونات CO3، كبريتات SO4، فوسفات BO4. طبعا النترات تديك نيتريك اهو، كربونات تديك حمض كربونيك، كبريتات تديك حمض كبريتيك H2SO4، فوسفات تديك حمض فوسفوريك H3، الثري بتاعت البي او 4 زي ما قلنا حمض فوسفوريك. وهنا النيتريت بقى الحاجات المختلفه هم ادينا بنعيده تاني اهو، بتحولها من يه ت لوز. كده بيتهيألي الموضوع احنا حفظناه بقى. يبقى هنا نيتريت نيتروز، كبريتيت كبريتوز، كلورايد كلوروز. كده بيتهيألي قلناهم كلهم. يبقى نترات نيتريك، كربونات كربونيك، كبريتات كبريتيك، فوسفات فوسفوريك. لكن نيتريت اللي بتنقص واحد من النترات تبقى نيتروز، كبريتيت بتنقص واحد SO4 تخليها SO3 تبقى كبريتوز، كلورايد تبقى كلوروز. بيتهيألي كده الموضوع بقى سهل. تعالى هنا لأهمية الأحماض في حياتنا. قال لك حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl اللي هو حمض المعدة، ده بيفرز في المعدة وبيساهم في هضم الطعام. حمض اللاكتيك طبعا بيمد العضلات بالطاقة عند نقص الأكسجين. يبقى لو سألك على أهميته، طيب لو سألك لو زاد ايه اللي يحصل او ما النتائج المترتبة على، هتقول له عند تراكمه في العضلات بيسبب الشد العضلي. تعالى القلويات، والقلويات اسهل من الاحماض كتير. القلويات بيبقى اخرها OH، زي مثلا هيدروكسيد الصوديوم هتقول له NaOH، زي هيدروكسيد المغنيسيوم هتقول له MgOH. طبعا الاثنين بتاعه الام جي اهي حطيناها ورا الاو اتش وحطينا قوسين. يبقى انا عندي هيدروكسيد المغنيسيوم، المغنيسيوم اهو ثنائي والهيدروكسيد احادي اهو،
وتاخد العنصر واللي تحته والرمز واللي تحته، يبقى ام جي وراها واحد هنا ما بتكتبش، وبعدين او اتش اكتبها هنا واعمل قوسين واكتب الكل 2. خلاص. هيدروكسيد الامونيوم اهو، شفت بقى الامونيوم اهوت بيتكتب على الشمال، جالك كلامي بقى، عشان كده ده المجموعه الذريه الموجبه الوحيده، عشان كده بتتكتب على الشمال. يبقى هيدروكسيد الامونيوم NH4OH، طبعا احادي واحادي. تعالى الخواص الاحماض والقلويات، قال لك الاحماض زي الليمون والكاتشب والعنب، والقلويات زي المنظفات ومعجون الاسنان وصودا الخبيز، مواد بتذوب في الماء وتؤدي لزياده الكاتيونات الموجبه، زي ما قلت لك ان هو هيجي في اخر الدرس يقول لك كاتيونات. يبقى هنا الكاتيونات الموجبه اللي هي ايونات الهيدروجين الموجبه، وهنا القلوي يؤدي ذوبانها في الماء لزياده نسبه انيونات الهيدروكسيد السالبه، اللي هي ايونات الهيدروكسيد السالبه بنقول عليها انيونات. فادك مثال، قال لك كلوريد الهيدروجين في الماء هينحلل ايه؟ هتقول له هينحل، طبعا هو كل مركب هيديهولك، خد اللي على الشمال هتقول لي عليه كاتيون، وخد اللي على اليمين قول لي عليه انيون. يبقى هنا هتقول لي كاتيون الهيدروجين الموجب وانيون الكلور السالب، وهنا نفس الكلام كاتيون Na الموجب اللي هو الصوديوم لانه على الشمال يبقى فلز يبقى موجب، وهنا اللي على اليمين ده بيبقى بيبقى سالب اللي هو الانيونات. ونفس الكلام هنا في حمض الكبريتيك، هتبقى الاتش هي اللي كاتيونات موجبه والSO4 هي اللي انيونات سالب. وهنا هيدروكسيد المغنيسيوم اللي على الشمال برضه هيبقى موجب كاتيون، واللي على اليمين OH الانيون سالب. العمليه سهله خالص، يبقى اللي على الشمال هيبقى كاتيون واللي على اليمين هيبقى انيون. طيب قال لك هنا الكاتيونات الموجبه بتاعت الهيدروجين دي هي اللي مسؤوله عن خواص الحمض، اللي هي الطعم اللاذع وتغير لون ورقه دوار الشمس. وهنا برضه انا مش فاهم ليه خلوها شريط دوار الشمس تاني، ممكن يكون الموضوع له علاقه بالدرس اللي جاي بتاع اللي هو الكواشف او الادله اللي هي بالدوار الشمس واللي هو الPH والحاجات دي، ممكن يكون له علاقه بيه. بس هو في المنهج غيروا اصلا الورقتين بتوع دوار الشمس دول وخلوها صبغه دوار الشمس البنفسجيه، بتحمر يبقى حمض، بتزرق يبقى قلوي، بدل ما احط شريطين. بس ما علينا مش مشكله. هنا عندنا الحمض بيحول لون الشريط الازرق الى اللون الاحمر. طب والشريط الاحمر هتقول له هيفضل زي ما هو. طب هنا القلوي زي هيدروكسيد الصوديوم قال لك يحول لون دوار الشمس الاحمر الى اللون الازرق. طب الازرق هيفضل زي ما هو، يبقى حمض يحمر هيحمر الازرق، قلوي يزرق يبقى هيزرق الاحمر، يبقى حمض يحمر قلوي يزرق، حمض يحمر ح مع ح، قلوي يزرق قاف مع قاف. وانا قايم فهمك ده احنا حلناها في فيديو تاني. تعالى بقى لقوه الاحماض، قال لك في احماض قويه بتلاقيها بتوصل التيار الكهربائي بشكل كويس، بينما الاحماض الضعيفه بص كده التوصيل بتاعها عامل ازاي. يبقى هنا احماض جيده التوصيل للتيار الكهربي، لكن هنا الضعيفه ضعيفه التوصيل للتيار الكهربي. ركز برضو في الحته دي، خلي بالك بقى كده، هتلاقي ان الاحماض القويه زي HCl وحمض الخليج ده ضعيف. بص كده قصاد الاثنين، هنا حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl ده احماض قويه، وحمض الخليج ضعيف. بص للي جايين بقى، حمض النيتريك اللي هو HNO3 ده قوي. طب حمض النيتروز اللي هو مشتق، انا قلت لك نترات NO3 نيتريت NO2 عشان كده بيبقى اسمها نيتروز اهو. بص ده قوي وده ايه؟ ضعيف. يبقى الاصلي قوي اللي هو مجموعه النترات NO3، مجموعه النيتريت NO2 تديك HNO2 نيتروز تبقى ضعيف، هتفتكرها بكده. طب الكبريتيك اللي هو مجموعه كبريتات اللي هي SO4 ده قوي. طب الكبريتوز اللي هو الكبريتيت اللي هو SO3 تبقى ضعيف. بص كده اهو، يبقى تقارن بين الاثنين، العمليه سهله خالص. يبقى هنا هيدروكلوريك قوي، خليك او خل ضعيف. نيتريك قوي تبقى نيتروز ضعيف، كبريتيك قوي تبقى كبريتوز ضعيف. هتفتكرها تعتبرها ان دي الحاجه الاصليه وده التقليد، يعني ان الكبريتيك ده الاصلي والكبريتوز تقليد، وان النيتريد الاصلي والنيتروز التقليد اللي انت بتنقص منها واحد. وقال لك هنا هيدروكسيد الصوديوم بيبقى اقوى من هيدروكسيد الامونيوم. هيدروكسيد الصوديوم بيبقى قلوي قوي، وهيدروكسيد الامونيوم قلوي ضعيف. ده لما نقارن بين القلويات. طب تعالى لتفاعل الاحماض مع القلويات، قال لك الاحماض ما بتتفاعلش مع بعضها ولا القلويات لا تتفاعل مع بعضها. يعني الاحماض مع بعضها ما بتتفاعلش،
والقلويات مع بعضها ما بتتفاعلش. امال ايه؟ قال لك بيتفاعل الحمض مع القلوي، وده تفاعل في ثالثه اعدادي اسمه تفاعل التعادل، اللي هو تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وميه. وده بيبقى ان انا باخد الشق الاول ده مع الشق الاول ده وببادلهم مع بعض، اللي هو اسمه تفاعلات الاحلال المزدوج. فالان ايه هيحل محل الاتش، والاتش هيحل محل الايه، فبدل ما كانت اتش سي ال هيبقى اسمها ان اي سي ال اللي هي ملح الطعام كلوريد الصوديوم، والاتش هتبقى مكان الان ايه فيبقى اسمها اتش او اتش اللي هي اتش 2 او اللي هي الميه. قال لك هنا طب بيستخدم لبن المغنيسيا كعلاج مؤقت لمعادله حموضه المعده، اللي هي بنشتراها من الصيدليه، اللي هي زي الميكوجيل والحاجات دي، اللي هي الادويه لمعالجه الحموضه. الناس اللي بتاكل مثلا حاجات بتعمل لها حموضه او بيحصل لها حموضه، او بتاكل بالليل متاخر فبيجي لها حموضه، بتاخد بقى دواء الحموضه ده. دواء الحموضه ده عشان يعادل الحموضه بتاعه المعده الحمض بتاع اتش سي ال، فبنستخدم هيدروكسيد المغنيسيوم، بنستخدم قلوي. ما هو انا هنا لما خدت قلوي هنا مع حمض، يعني انا هنا ان اي او اتش ده قلوي، لما خدته مع حمض اللي هو اتش سي ال عمل تعادل فاداني ملح اللي هو ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم وميه، فبيحصل تعادل مباشره. فعشان النار اللي في طبعا بيحس ان صدره بيحرقه لما بيجي له حموضه، فبياخد هيدروكسيد المغنيسيوم ده او دواء الحموضه ده بيعمل له عمليه التعادل اللي احنا خدناها فوق. تعالى بعد كده للاكاسيد الفلزات واكاسيد اللافلزات. انا عندي اكاسيد الفلزات دي بنسميها اكاسيد قاعديه، فبنقول له ايه الاكاسيد القاعديه؟ اكاسيد فلزيه يذوب بعضها في الماء. انا قلت هنا بعضها ليه؟ لان في اكاسيد زي اكسيد الحديد واكسيد النحاس ما بيدوبوش في الميه، يبقى هنا مكونا قلويات. لكن الاكاسيد الحمضيه كلها بتدوب في الماء، فهنقوله اكاسيد لافلزيه تذوب في الماء مكونه احماض. طبعا الاكاسيد القاعديه ديت موجوده على تانية اعدادي، كانت موجوده عليهم في الترم الاول. كان اشهر مثال عليها كان اكسيد المغنيسيوم MgO، لما بفعله مع الميه اللي هي H2O فكان بيديني MgOH الكل 2، كان بيديني MgOH الكل ايه؟ الكل 2 اهو. خلاص. طب وهنا الاكاسيد الحمضيه كان زي ايه؟ كنا واخدين مثال كان ثاني اكسيد الكربون CO2 زائد الميه اللي هي H2O، فكان بيديني H2O اهي، فكان يديني H2CO3 H2CO3 اللي هو حمض الكربونيك او حمض الكربونيك اهو. فهي نفس الفكره. قال لك اكسيد المغنيسيوم بيدوب في الميه مكونا MgOH، ده المثال اللي هو اداهولك، هو نفس المثال اهو. احنا نسينا نكتب الجي هنا معلش اهي، يبقى MgOH كل 2 والذي يذوب في الماء مكونا MgOH كل 2 اهو. وهنا مديك مثال SO3 مع الميه يديك H2SO4. طبعا ده اللي هي الامطار الحمضيه. لو انا عندي SO3 اهو فعلته مع الميه اللي هي H2O اهي، هيديك H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك. فهنا طبعا ال MgOH الكل 2 ده بيزرق صبغه عباد الشمس لانه قلوي، وهنا ده بيحمر صبغه عباد الشمس سواء حمض الكربونيك او حمض الكبريتيك، فبالتالي تتفاعل اكاسيد الفلزات مع الاحماض ولكنها لا تتفاعل مع القلويات. وهنا بيقول لك تتفاعل اكاسيد اللافلزات مع القلويات ولكنها لا تتفاعل مع الاحماض. يا عمنا ما تبسط الموضوع شويه. انا هنا اكاسيد الفلزات بيقول لك مع الاحماض، ما اكاسيد الفلزات بتديك قلوي، فانت هتقول له معنى كلمه اكاسيد الفلزات يعني عايز تقول له ان بتتفاعل القلويات مع الاحماض ولا تتفاعل مع القلويات، لان احنا قلنا قبل كده ان القلويات ما بتتفاعلش مع القلويات. وهنا اكاسيد الفلزات تقصد بها احماض، يبقى الاحماض هنا بتتفاعل مع القلويات لان الاحماض ما بتتفاعلش مع بعضها اهو بس. طيب تعالى بعد كده الامطار الحمضيه زي ما قلنا، يعني الاس او 3 ده اللي هو ثالث اكسيد الكبريت اهو، مثال اهو SO2 او SO3 او NO2 بيطلعوا من الدخان بتاع المصانع ومن الحاجات دي، بيتفاعلوا مع الميه بتاعه المطر، فاكاسيد زي ثاني اكسيد الكبريت او ثاني اكسيد النيتروجين لو تفاعلوا مع ميه المطر بيدونا حمض زي المثال اللي احنا اديناه ده،
يديك H2SO4 او HCO3. يعني CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون ده بيطلع دخان المصانع، والدخان كله اغلبه CO2، فيطلع لك حمض الكربون، يبقى تدينا احماض. يبقى هنا الامطار الحمضيه هتقول له امطار بتنتج عن ذوبان الاكاسيد الحمضيه في بخار الماء بتاع الهواء الجوي او في الميه بتاعه الامطار. طب ايه اضرارها؟ قال لك بتؤدي لتدمير الغابات، لان تصور ان ميه نار نازله على النبات، يعني نبات بينزل عليه ميه نار اللي هي بتشوه دي يعني، واللي بيستخدمها بعض الناس في الضرر، ربنا يكفي الناس شرهم يعني. لو واحد رمى على حد ميه نار وشه يتشوه، قويه جدا. فتصور ان ميه النار دي نازله على الغابات، هتعمل فيها ايه؟ تموت النبات طبعا وتدمر الغابات. والاضرار بالكائنات الحيه اللي بتعيش في المسطحات المائيه، لان هتزود الحموضه بتاعه الميه. وتآكل احجار المباني، هتلاقي ان المباني بتتآكل بسبب الحموضه بتاعه الامطار بقى فيها نسبه احماض كبيره، وبتسبب مشاكل صحيه بالجهاز التنفسي. تصور انك انت بتتنفس ميه نار، حاجه صعبه جدا يعني. وبكده نكون خلصنا شرح درس النهارده. يا رب يكون الشرح عجبكم ويكون الشرح ممتع. اشوفكم ان شاء الله في دروس جديده باذن الله. اي تعليق او اي اقتراح او اي طلب يا ريت تسيبوه لنا في الكومنتات على الفيديو. دائما نقول تعلم العلم واقرأ تحس فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة تأخذون الكتاب موفقين ناجحين إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشترك بالقناة، وتعمل لايك إعجاب بالفيديو، وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد.